السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البكاكين بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وكمان هتجهزوها لسحور رمضان. من حلاوتها ممكن تاكلوها لوحديها. ما شاء الله، الله أكبر، ريحتها وطعمها وشكلها تحفة. جربوا الطريقة دي إن شاء الله، سهلة وبسيطة خالص ولا أروع، وكمان مش مكلفة. كملوا الفيديو للآخر، في تفاصيل كتير هتفيدكم. زي ما انتم شايفين كده شكلها عامل ازاي، ما شاء الله، الله اكبر. هفتح لكم واحده من جوه، شكلها تحفه وريحتها روعه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم بارك. شايفين؟ ويا رب يكون بتستفادوا من الفيديوهات بتاعتي، يا رب يا رب يكون بتطبقوا الوصفات، وصفات سهله وبسيطه خالص وكمان مش مكلفه. وحبايب قلبي، انتوا عارفين ان الدنيا بقت غاليه قد ايه. بكيلو ونص دقيق بالظبط هتعملي الكميه المحترمه دي، هتكفي معاكي شويه حلوه في سحور رمضان. يلا مع بعض تشوفوا الطريقه. عندي كيلو ونص من الدقيق متعدد الاستخدام. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله وطبقوا الوصفه دي، هتعجبكم ومشوا على الخطوات مظبوطه، هتطلع معاكم زي الفل وهتطلع معاكم ناجحه ومظبوطه، وكمان هتدعوا لي. هنزل على الدقيق بمعلقتين كبار من الخميره، وطبعا الخميره عامله لها تيست او مجرباها قبل كده وعارفه ان هي كويسه معايا، فحطيت على الدقيق على طول نص معلقه ملح، معلقتين كبار محترمين كده من السكر. هنزل عليهم بنص معلقه بيكنج باودر، وخلاص كده هي دي المكونات اللي احنا عايزينها. شايفين سهله بسيطه ازاي وكمان مش مكلفه. هتطلع معاكي ولا اروع. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. عندي هنا كيلو الا ربع من اللبن، الحليب، وحطيت عليه كوبايتين زبادي. ولو مش عندك زبادي ممكن تحط عليه معلقتين من الخل، هيديكي برضو نفس النتيجه اللي انت عايزاها. يفضل اللبن يكون دافي. ويا سلام بقى لو تتعجن بلبن رايب، كلها هتبقى تحفه، تطلع معاكي ولا اروع. بس ما شاء الله، الله اكبر، برضو طعمها حلو. انا عملتها باللبن العادي، ونزلت على اللبن العادي بكوبايتين زبادي. ولو مش عندك كوبايتين زبادي ممكن تستغني عنهم خالص وتحطي معلقه ونص من الخل، هيطلع معاكي برضو يديكي نفس النتيجه، هتطلع معاكي تحفه، وهتديكي نفس الطعم اللبن الرايب او الزبادي. هنا انا عجنتها ربع ساعة، وهنزل عليها كمان بكوباية محترمة، مج محترم كده زي ما انتم شايفين، من السمنة على زيت. او مش عايزة تحطي زيت ممكن تحطي سمنة بس. عجنها كويس، ما تخافوش. هتحس ان العجينة ما فيهاش عرق، هتحس ان العجينة بتتقطع في ايدك. لا، انت كملي عليها كويس واعجني فيها لحد ما السمنة تخش في العجينة. ما تخافيش، هتطلع معاكي زي الفل في الاخر. وليا طلب صغير عندكم، حبايب قلبي، اللي ما اشتركوش في القناه يشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يتفرجوا عليه. واتمنى منكم الاشتراك، اتمنى منكم اللايك. حبايب قلبي، بتشوفوا الفيديو وما بتحطوش لايك ليه؟ انا بشوف المشاهده عاليه، يعني مثلا ممكن نكون احنا لسه، بصراحه احنا لسه على اول الطريق، فبشوف المشاهدات. انا نفسي على كل مشاهده يبقى فيه لايك. لو اللايك ده اتحط، ما شاء الله، الله اكبر، القناه هترفع ان شاء الله وهتكبر بيكم يا رب. شايفين العجينة بقت ناعمة في ايدي ازاي؟ ده القوام المطلوب. هسيبها تستريح او تخمر نص ساعة حسب المكان اللي عندك. لو المكان دافي هتخمر في ربع ساعة بس. انا سبتها عندي هنا نص ساعة بالظبط. غطيتها وسبتها نص ساعة تخمر معاك، هتضاعف الحجم بتاعها، هيتضاعف زي ما انتم شايفين كده شكلها بعد ما خمرت. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله.
عندك اي كيس تلاجة، اي كيس تخزين، هتفتحي الكيس وتحطيه على الرخامة عشان العجينة ما تلزقش في الرخامة. هتقطعي الحجم اللي انت عايزاه، بس يفضل تكون صغيرة. لما تبقى صغيرة بتبقى بتطلع معاكي احسن، وبتطلع معاكي منفوخة، بتطلع معاكي ولا اروع. شايفين تقطيعها سهل وبسيط، وهي كمان سهلة وبسيطة، اي حد يقدر يعملها يعني. احنا ستات بيوت شاطره وحلوين كده، ومش هنشتري حاجه من بره خالص، هنعمل كل حاجه في البيت بطريقه سهله وبسيطه خالص. وكمان هيبقى في فرن البوتاجاز، مش هيبقى عندنا فرن اي حاجه، كله في البوتاجاز، كله في المطبخ. مش هنطلع بره المطبخ، ولا هنعمل حاجه بره ولا اي حاجه، كله في المطبخ بطريقه سهله وبسيطه. وزي ما انتم شايفين هتطبقوا الوصفه هتطلع معاكم كويسه. ويا ريت تدعولي، ويا ريت كمان تكتبوا لي كومنت حلو. شايفين هقطع الحجم اللي انا عايزاه. هنا انا هقطع كام واحده عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هخلص الكميه كلها وارجع لكم على طول. وده شكلها بعد ما خلصنا الكميه. نفس الكيسه اللي انا قطعتها تحت هقطع كمان زيها فوق، وهحطهم على الوش عشان ما تنشفش. وهغطيها لمده ربع ساعه عشان تستريح. لازم تسيبيها بعد ما نقطعيها ربع ساعه عشان تستريح معاك وتتفرد بسرعه. يلا ما بقى مع بعض نشكلها بقى. احنا كده سيبناها تستريح ربع ساعة. هنشكلها، بس هنحط شوية دقيق صغيرين تحت، وهنحط شوية دقيق صغيرين برضو فوق. نحاول ما نكترش في الدقيق، احنا بس عايزين النشابة تمشي عليها، مش عايزينها تلزق فيها. زي ما انتم شايفين كده هتتفرد معاكي بكل سهولة، عشان هي استريحت ربع ساعة هتتفرد معاكي ومش هتاخد وقت. الكمية دي كلها ممكن ما خدتش معايا ربع ساعة. شايفين السمك. آه يعني انتوا هتشوفوا السمك بتاعها دلوقتي عامل ازاي، زي العيش الشامي بالظبط. هنخلي السمك بتاعها مش رقيقة ولا تخينة يعني. شايفين ده السمك المناسب. شايفين هعمل معاكم كام واحدة كده وهعملها كلها وارجع لكم تاني عشان برضو ما اطولش عليكم الفيديو. معلش هو الفيديو طول عليكم شوية النهاردة، بس عشان في تفاصيل لازم تشوفوها. شايفين بتتفرد معانا ازاي. لو مش عندك السريع ده ممكن نشابة عادي. شايفين تفرديها كويس عشان كلها يبقى زي بعض، ما النص مش يبقى رقيق والحرف مثلا تخينة. لا، انت بتفرديها كلها زي بعض على سمك واحد يعني. شايفين هنا هقطع الكمية كلها وارجع لكم تاني. هنا فردناها كلها زي ما انتم شايفين كده. حطيت مفرش تحت، وحطيت كمان مفرش على الوش علشان ما تلزقش في الفوطة، وعشان وشها ما ينشفش. احنا عايزين وشها يفضل زي ما هو، عشان انتوا عارفين ان الجو بارد الايام دي. شايفين بسم الله ما شاء الله. انا شغلت الفرن على درجة حرارة اعلى درجة حرارة في الفرن، وشغلت الشواية من فوق، وشغلت الفرن من تحت. وزي ما انتم شايفين ده شكلها بعد ما اتحطت في الفرن. ما شاء الله الله اكبر. شايفين شكلها عامل ازاي. خطيرة. كفاية ريحتها بس. شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين بتجب معاكي بسهولة ازاي، عشان انت ماشية على خطوات صح. آه و آه يعني هو بس اللي بيظبطها كده العجن، صراحة تتعجن كويس تطلع معاكي زي الفل.